احنا لما بنتكلم في خطاب ديني بنقول في كتلة اتشكلت في العالم بفكر منحرف بياخد الدين بتاعنا ده بيوديه على الحيط، اللي احنا بندفع ثمن النهارده عشان في ناس ما تصدتلوش من 30-40 سنة سابوه. وانا قلت الكلام ده وبقوله تاني لان ده اخطر حاجة موجودة بتقابل الامة دي كلها، الفكر المتطرف اللي هو مش قادر يفهم ان ربنا لو عايزنا كلنا على قلب رجل واحد ودين واحد كان خلقنا كده. هو خلقنا مختلفين، انا ابقى يمين وانت تبقى شمال وتمشي. يعني هو مش خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. افأنت تكره الناس؟ مش كده فضيلة الامام؟ عايز تكره الناس على ان هم، انا بكلم على غير المسلمين حتى. انت مالك؟ انت بس تعبد ربنا بالشكل اللي انت شايفه. النقطة دي بتكلم فيها كتير لان هو ربنا عارفني كويس ومحدش يقدر يضحك عليه. انا بقول لكم كده لان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الدين. حد تاني يقول لك ما تخشش في الموضوع ده. لا لا لا، ده انا هقابل ربنا بيه، ده انا هقابل ربنا باللي انا بعمله ده ومستعد اموت عشانه. هو انا بجرب في الموضوع ولا ايه؟ انا عارف انا بتكلم في ايه ان شاء الله، عارف انا بتكلم في ايه ان شاء الله. ده بقول الكلام ده لان انا ما اتدخلتش ومش هتدخل، وده موجود في مؤسسة محترمة جدا جدا فضيلة الامام، والمؤسسة على دماغي، بس كمان الدين على دماغنا كلنا. ارجو ان احنا